تخف النشاطات الطلابية قبل الامتحانات، وكذلك النشاطات الحزبية لإفساح المجال للطلاب كي يتفرغوا للدراسة. جوان الذي عاد لدمشق في بداية الشهر الثالث نقل نشاطه الحزبي من الدرباسية إلى دمشق، ولكنه لم يختلط برفاقه كثيرا، كون الاجتماعات الحزبية تعقد في الشهر مرة واحدة، فأراد مراجعة مسؤوله الحزبي كي يطلعه على آخر نشاطات الحزب قبل أن تأخذ الامتحانات وقته. وبدأ بصعود الجبل، كون بيت مسؤوله يقع فوق بيته بكثير، واستئجار سيارة لهذه الرحلة تكلفه 25 ليرة سورية. هو أحق بها ليستخدم رجليه. وصل إلى البيت المقصود بعد أن أنهكه التعب. لم يدق الباب مباشرة، بل توقف قليلا، أخذ نفسا طويلا، ثم قرع الباب. فتح له المسؤول ورحب به: أبو زنار، أهلا بك جوان الغالي. جوان: وبك أبا زنار. أبو زنار: تفضل ادخل. يدخل الاثنان. يرى جوان رجلا في العقد الرابع من عمره، رأسه مغطى بالشيب رغم أن وجهه لا يدل على عمر كبير. يسلم جوان. ينهض الرجل ويرحب به بلطف وود. أبو زنار: تفضل جوان، خذ بعض الماء. أعلم بأن من يزورني يخسر جسده الكثير من الماء. الرجل: صدقت أبا زنار. أبو زنار: تأمل هذا الشاب يا محسن، ألا تشبهه بأحد؟ واضح أن ضيف أبي زنار عربي، فهو يتكلم اللغة العربية. محسن: ملامحه ودمه ليسا غريبان عني، لكني في الحقيقة ما عرفته. أبو زنار: إنه جوان ابن أبي حسن، صديقك في المعتقل. يتقدم محسن من جوان القريب منه، يصافحه ثانية ويقبله. محسن: كنا نحترم أباك كثيرا، فهو يكبرنا سنا وصبرا وحكمة. جوان: لك الشكر. محسن: تصور يا أبا زنار، إن الشبان الذين اعتقلوا مع أبي حسن كانوا يحترمونه كثيرا، ولا يتركونه ينظف المهجع حين يأتي دوره، بل ينظفونه عنه. أبو زنار: أبو حسن محل احترامنا جميعا. محسن: وكيف حال أبيك وصحته؟ جوان: الحمد لله، صحته جيدة، إلا أنه يعاني ارتفاع ضغط الدم. محسن: أعلم، حدث معه ذلك في المعتقل. إنه يفكر كثيرا بكم. وأنت ماذا تعمل في دمشق؟ جوان: أدرس الحقوق. محسن: دمت، رغم أن الحقوقيين مهضومة حقوقهم في بلادنا، لكني أعتقد بأن المستقبل لكم. جوان: وأنت أيضا كنت معتقلا سياسيا؟ محسن: اعتقلت مدة 10 سنوات، وخرجت قبل والدك بشهر واحد. أبو زنار: محسن كان منتميا إلى حزب معارض. جوان: وبماذا كنتم تطالبون؟ محسن: برحيل النظام. جوان: حزبنا يطالب بالحقوق القومية للشعب الكردي في سوريا في إطار وحدة البلاد، ويطالب بإعادة الجنسية للمجردين منها، ويتم اعتقال الرفاق ل3 أو 4 سنين، وبالتأكيد أحكامكم كانت أقسى بكثير. محسن: كانت قاسية جدا، وتستطيع أن تقول بأنهم أنهوا الحزب، فقد كنا في السجن عندما جاءت الدفعة الأولى من معتقليكم سنة 1993 للميلاد، قبل دفعة والدك، وتفاجأنا، فقد كنا نعتقد بأن كرد سوريا لديهم مطالب في العراق وتركيا فقط، ولم نكن نعلم بأن بينهم من هو مجرد من الجنسية. جوان: جرد الكرد من الجنسية في العام 1962 للميلاد، فكيف لم تعلموا بذلك؟ يجلب أبو زنار الشاي. أبو زنار: لنشرب الشاي. محسن: هذا النظام ماكر، ويحاول جاهدا أن يفرق بين الكرد والعرب، فقد كان المحققون يقولون للمعتقل العربي: ما علاقتك بالكرد؟ إنهم يسعون للانفصال عن سوريا. ويقولون للكردي: وما علاقتك بهؤلاء؟ إنهم يسعون لقلب الحكم. لذلك عندما قام حزبكم بتوزيع بيان للرأي العام السوري بخصوص إعادة الجنسية، جن جنون النظام، فاعتقل الكثيرين، لأنه لا يريد للعرب أن يتعاطفوا مع الكرد وأن يتعرفوا على معاناتهم. لذلك على الكرد أن يشرحوا معاناتهم للرأي العام، وبخاصة للعرب، ولديكم أحزاب كثيرة تستطيع القيام بذلك. جوان: المشكلة أن كثرة الأحزاب أكبر مشكلة بالنسبة لنا. محسن: تعدد الأحزاب أمر صحي وظاهرة ديمقراطية،
جوان ليس بالنسبة لوضعنا، فالكرد في سوريا حوالي 3 ملايين نسمة، ولدينا 10 أحزاب وربما أكثر. في أمريكا حزبان كبيران فقط، وتعداد سكانها نحو 200 مليون نسمة. أبو زنار، حب الكرسي وذكاء المخابرات يجعل أحزابنا تنشق بعضها عن بعض، فلو كنا حزبا واحدا أو حزبين ما كنا على هذه الحالة. ثم هل سيكون حديثنا كله عن الأحزاب؟ أخبرنا عن دراستك وتحضيرك للامتحان. جوان، الامتحان بعد بضعة أيام وقد حضرت له جيدا. محسن، كلما كثر المثقفون بينكم وصلتم لأهدافكم بسرعة. جوان، هذا ما قاله الكثير من عظماء الكرد. أبو زنار، الشعب الأمي يبقى محتلا حتى لو لم يكن هناك احتلال. جوان، وهل هناك شيء جديد على الساحة؟ أبو زنار، لا جديد، فالاعتقالات أنهكت الحزب. محسن، وما وضع الأحزاب الأخرى؟ أبو زنار، لا زال بعضها ينتقدنا لأننا وزعنا البيان. محسن، عجيب أمرهم، فإن لم تقوموا بذلك ولم تتظاهروا فكيف لكم أن تحصلوا على حقوقكم؟ جوان، ربما بالترجي. يضحك الثلاثة وهم يشربون الشاي، وبعد ذلك يستأذن جوان ليوصيه الاثنان بالدراسة كما يوصيه محسن بنقل سلامه وأشواقه لأبيه. يخرج جوان من بيت أبي زنار ويبدأ رحلة النزول من الجبل، وهي أيضا رحلة متعبة لأنها بحاجة إلى تركيز وانتباه كي لا تنزلق قدماه فيسقط أرضا. وكلام محسن واعتقاله الطويل أثر فيه، فبعضهم يقبع في السجون سنين طويلة، وكثيرون في الخارج يخافون من ظلهم، ولكي يخفوا جبنهم يتهمون الشجعان بالغباء. ماذا لو هب الجميع يطالبون بحقوقهم وبقلب رجل واحد؟ حينئذ لا يستطيع النظام الاستفراد بأحد. لماذا هذا التعدد في أحزابنا ولدى معظمها إن لم نقل كلها الأهداف نفسها والبرامج السياسية المتشابهة؟ وإذا كانت تلك الأحزاب تزعم خدمة الشعب فلماذا لا يتحدون في خدمته؟ هم أصلا لا يخدمون الشعب، فخدمة الشعب تكون في العمل لا بالبيانات الشهرية أو الاجتماعات الشهرية. بالفعل كما قال أبو زنار، حب الكرسي وذكاء المخابرات وراء انشقاق أحزابنا وتفتتها. حتى وصوله إلى البيت كانت هذه الأسئلة والأفكار تراوده وتتعب روحه التي تغيرت برؤية صديقه سامي الذي كان جالسا مع شيار. جوان، أهلا بك سامي، ما هذه المناسبة السعيدة؟ سامي، أهلا بك صديقي. جوان، هل فتحت فرعا لنشاطك في حارتنا؟ سامي، وهل يوجد نشاط في حارتك؟ شيار، بالتأكيد، ولكننا نلتزم حدودنا. سامي، من الخوف؟ جوان، إنها حارة شعبية وسكانها مثل عائلة واحدة، ونحن غرباء عنهم وعلينا الالتزام بحدودنا. سامي، يجب أن يكون للمرء حبيبة في كل مكان. جوان، تعني هروارك وبهارك، أي أن يكون لك في كل مكان ربيع. شيار، ما أجمل هذا المثل، أريد تطبيقه. سامي، ليكن لديك ربيع واحد بداية وبعدها طبق هذا المثل. جوان، بل يجب أن يكون لك ربيع واحد يطغى على كل الأمكنة، وأنت يا شيار لا تستطيع إقامة علاقة مع فتاة واحدة، فكيف بك مع عدة فتيات؟ شيار، يعني هل من الضروري أن تحرجاني؟ سامي، أنت تجلب الدب إلى بستانك. شيار، لنتكلم فيما جاء سامي من أجله. جوان، ماذا يلزمك صديقي؟ سامي، أريد أن تحددوا لي المحاضرات المهمة كي أدرسها. جوان، قرل كوميريا. سامي، ماذا تقصد؟ شيار، أين مات الذئب، دلالة على الاستغراب. سامي، لا تستغربا، ولكن يبدو أن بعضهم أخبر أبي بأنني لا أهتم بالدراسة، فاتصل بي وأعطاني محاضرة طويلة، طبعا مع التوبيخ. جوان، معه حق. أعطني المحاضرات يا شيار ولنبدأ بتحديدها له. سامي، وهذا هو المهم. في اليوم التالي ينزل جوان إلى موقف الكيكية القريب نوعا ما من بيته،
وهو موقف معروف لدى كل أهالي ركن الدين ومعظم أهالي دمشق. تقف فيه سيارات الأجرة الصغيرة لتنقل الركاب الذين تقع بيوتهم في قمة الجبل، أو الذين يشترون أغراضا كثيرة ولا يقدرون على حملها، أو كبار السن أو المرضى. أما غيرهم فلا يستأجرون السيارات، بل يعتمدون السير على أقدامهم، لأن أوضاع معظم الناس المادية تعيسة، بالرغم من أن أجرة السيارة 25 ليرة فقط. ينتظر جوان الواقف أمام كابين الهاتف الموجود في الموقف حتى ينتهي أحد الشباب من مكالمة أهله. بدأ عسكريا ولم يذهب لإجازة منذ فترة طويلة، كونه كان يسأل على جميع أخوته وأخبارهم ويسأل عن الموسم. كان يتحدث بصوت عالي وكأن لا أحد خلفه، وأغلق السماعة وذهب. فاستلم جوان السماعة وبدأ الاتصال على هاتف هيلين المحمول. هيلين: نعم. جوان: مرحبا جميلتي. هيلين: أهلا بأميريا الصغير. جوان: كيف حالك؟ هيلين: اشتقت لك ولم أرك منذ يومين واحترت كيف أتواصل معك. جوان: سآتيك من الهاتف. تضحك هيلين. هيلين: ألم أقل لك بأنك مجنون؟ جوان: هل أنت في المدينة؟ هيلين: نعم. جوان: سآتي الآن. هيلين: ودراستك؟ فلم يبقى للامتحان سوى يومين. جوان: درست بما فيه الكفاية، نصف ساعة وأكون في مقهى المدينة. هيلين: بانتظارك. ينطلق باتجاه المدينة بالباص المليء بالركاب وينزعج من رائحة عرق الركاب، فركوب الباصات المليئة بالركاب مزعج صيفا. ولم تمضي نصف ساعة حتى وصل المدينة ليرى هيلين بانتظاره على درج المكتبة، حيث المكتبة والمقهى في نفس المبنى. هيلين: المدينة سعيدة بمجيئك. جوان: والأرض سعيدة بوقوفك عليها. هيلين: دائما جوابك على رأس لسانك. دعنا ندخل. يدخل الاثنان وبالكاد يحصلان على مكان للجلوس، لأن معظم الطاولات كانت محجوزة وكأن الوقت ليس وقت امتحانات. جوان: اعتقدت بأننا العاشقان الوحيدان. هيلين: بل ترتيبنا الأخير. انتظر، سأجلب عصيرا. جوان: وأنا ماذا أفعل؟ انتظري، أنا سأجلب. يغيب قليلا ليعود وبيده العصير. جوان: تفضلي، إنه طازج مثلك. هيلين: وهل أنا عصير؟ جوان: بل أنت تفاحة على شجرة في قمة جبل، لم تلمسك إلا أشعة الشمس. هيلين: أنت تبالغ في وصفي. جوان: أستطيع أن أصفك حتى المساء، فهل أبدأ؟ هيلين: لا تبدأ، فأنت لا تعرف حدودا. جوان: وكيف أعترف بالحدود وجمالك كسماء الصيف ليلا؟ هيلين: أتحبني لهذه الدرجة؟ جوان: بل أكثر، وتلزمني لغة أخرى أخترعها بنفسي لأقول لك كلاما لم يسمعه بشر قبلك. هيلين: أنا سعيدة بك. جوان: وأنا مجنون بك. هيلين: تفضل. جوان: ما هذا؟ هيلين: هاتف محمول كي نتكلم مع بعضنا، فأنا أشتاق إليك ولا أعرف كيف أكلمك. جوان: آسف، لن أقبل. هيلين: ترفض هديتي؟ جوان: لا أستطيع أن أقبل. هيلين: ولكن قل لي لماذا؟ جوان: لأنه غال جدا وأنت أولى بثمنه، ثم حتى إن قبلته لا أستطيع تعبئته. هيلين: أنا سأحول لك الرصيد دائما. جوان: أنا لا أقبل على نفسي ذلك. هل تعلمين أن قيمة الجهاز مع الخط تكفيني ل5 أشهر؟ فإذا حملت هاتفا سأصبح أضحوك لرفاقي وأهل القرية. هيلين: أنت تعطي الموضوع أكبر من قيمته. جوان: لا أبدا، هذا هو الواقع، وشكرا لك، ولكن لن أقبل. أعيديه وأنا سأتصل بك دائما. هيلين: بذلك تضع حدودا بيننا، وكنت أظن بأننا واحد. جوان: ونحن كذلك، ولكن شرحت لك أسبابي وأتمنى ألا تتحسسي من ذلك. هيلين: كما تريد. جوان: يجب أن أراك قبل كل امتحان وبعده. هيلين: بالطبع، والآن يجب أن تذهب وتدرس. جوان: لم أشبع منك بعد. هيلين: ولا أنا، ولكن الدراسة أولا. جوان: كما تريدين، اشرب العصير يا تفاحة. هيلين: حاضر يا عنيد.
ساحة المصرف الزراعي مليئة بالناس، فأصحاب الأراضي جاءوا لأخذ حصصهم من أكياس القمح الفارغة، وهناك الكثير من فلاحي وضع اليد، وهذه الظاهرة في محافظة الحسكة فقط، حيث الفلاح لديه 100 دونم مثلا، ولكنها ليست ملكه ولا يستطيع بيعها، وإنما يزرعها ويحصدها ويعطي مالك الأرض نسبة من المحصول. أما في المحافظات الأخرى فقد انتهت هذه الظاهرة أثناء تطبيق قانون الإصلاح الزراعي، وأبقى النظام على هذه الظاهرة أو المشكلة كي تبقى الأمور معلقة والمشاكل قائمة بين المالك والفلاح. وسبب وجود فلاحي وضع اليد في المصرف هو لشراء الأكياس الزائدة من حصة أصحاب الأراضي، ومجيء أبو حسن للمصرف نتيجة اتفاقه مع صديق له من أصحاب الأراضي واسمه أبو هوشنق، الذي وعده بإعطاء كل الأكياس الزائدة من حصته. وأثناء جلوسهما تحت شجرة في ساحة المصرف هربا من أشعة الشمس الحارقة يتقدم أبو ريناس منهما، وهو صديق قديم لأبي حسن. أبو ريناس: سلام عليكما. الاثنان: وعليك السلام. أبو ريناس: ماذا تفعل هنا أبو حسن؟ أبو حسن: أتيت لاستلام الأكياس. أبو ريناس: وهل جاءت الحصادة لقريتكم؟ أبو حسن: لا، ولكن بدأ الناس بحصاد الشعير. أبو شنق: وفي قريتنا تم حصاد الشعير كله. أبو ريناس: وكيف كان الإنتاج؟ أبو هوشنق: سيء. أبو ريناس: عن إذنك أبو هوشنق، أريد أبو حسن بموضوع خاص. أبو هوشنق: خذا راحتكما، أنا ذاهب. أبو ريناس: بل نحن سنذهب، ابقى في مكانك. أبو هوشنق: لا، سأدخل إلى المصرف، ربما يأتي دوري في أي لحظة، عن إذنكما. أبو حسن: سأنتظرك هنا. يذهب أبو هوشنق ويجلس الاثنان، فيناول أبو ريناس سيجارة لأبي حسن ويبدأ بإشعال سيجارته ويسحبها بتوتر. أبو حسن: ما بك تسحب الدخان هكذا وكأنك لم تدخن منذ فترة، ما موضوعك؟ أبو ريناس: أنا خجول منك. أبو حسن: نحن أخوة، تكلم لا تخجل. أبو ريناس: البارحة في السوق ناداني رئيس مفرزة الأمن السياسي. أبو حسن: ذلك القدر أبو عدنان؟ أبو ريناس: نعم. أبو حسن: وماذا يريد؟ أبو ريناس: قال لي: ما قصتك مع أبي حسن؟ دائما تمشي معه، حتى في المقهى تكون معه. فقلت له: علاقتنا قديمة وعائلية، فلم يعجبه جوابي. أبو حسن: والقصد؟ أبو ريناس: سنخفف من لقاءاتنا في السوق. أبو حسن: ليست مشكلة، حتى سلام فلن أسلم عليك. أبو ريناس: انظر، لقد انزعجت. أبو حسن: لا، لم أنزعج، فأنا أعلم بأن لديكم عداوة مع أقربائكم، وأبو عدنان هذا يصيد في الماء العكرة ويستغل هذا الشيء كي يبعد الناس عني ويبعدك عني. أبو ريناس: هذا الأمر بعيد عن شاربه، إن لم نلتقي في الدرباسية سنلتقي في قريتنا أو قريتكم. أبو حسن: بالتأكيد. أبو ريناس: أشكرك. أبو حسن: نحن أخوة، ولن يفسد هذا الجرثوم علاقتنا. أبو ريناس: ها هو أبو شنق يناديك. أبو حسن: جيد، فقد تبخرت دماؤنا في هذا الجو الحار. أبو ريناس: أنا سأنتظر هنا حتى يأتي دوري. أبو حسن: كما تريد، أنا ذاهب، إلى اللقاء. أبو ريناس: إلى اللقاء. نشاط ملحوظ هذا الصباح في كلية الحقوق وباقي الكليات الأخرى في أول امتحانات الفصل الثاني. أينما تذهب ترى الطلاب، فالذي جاء اسمه في كلية الحقوق أو الكليات القريبة منها يراجع معلوماته، والذي جاء اسمه في كلية الآداب تراه ينطلق باتجاه المزة حيث تقع الكلية هناك. يصل جوان وشيار فيخبرهما سامي بأن اسم جوان جاء في كلية الشريعة الملاصقة لكلية الحقوق، أما اسم شيار فجاء في كلية الاقتصاد وهي قريبة أيضا. سامي: أعطني البشارة يا جوان. جوان: دعنا نسلم على شفان أولا. الحمد لله على سلامتك صديقي. شفان من مدينة قامشلو، لا يداوم نتيجة أوضاعه الاقتصادية السيئة. جاء بداية العام الدراسي وسجل نفسه في الكلية وتعرف على جوان وأصدقائه ولم يداوم سوى عدة أيام. شفان: لك الشكر، اشتقت لكم. شيار: ونحن أيضا. كيف هي قامشلو؟ شفان: بخير. جوان: تكلم يا سامي، بماذا ستبشرني؟ سامي: لقد تم فصل الأستاذ الغليظ من الجامعة ولن يزعجك أحد بعد. جوان: لماذا؟ سامي:
لأن عميد الكلية اكتشف بأنه يبيع الأسئلة للطلاب. جوان: أجمل خبر أسمعه، وتستحق هدية يا صديقي. شيار: والأستاذ يستحق الإعدام. جوان: ما وضع أحزابنا يا شيفان. شيفان: لقد زاد حزب جديد على قائمة الأحزاب. شيار: متى ولماذا؟ شيفان: لقد انشق حزبنا منذ عدة أيام، وبرروا ذلك بأسباب سياسية. جوان: الجميع يقول ذلك، والسبب الرئيسي هو الكرسي. سامي: بالضبط. شيار: وما اسم الحزب الجديد؟ شيفان: بقي نفسه، أي حزبان باسم واحد. جوان: أيضا الجميع يفعل ذلك ليقول كل طرف بأن الشرعية إلى جانبه. سامي: بالضبط. شيار: أليس لديك كلمة غير هذه يا سامي؟ سامي: تماما. يضحك الأربعة. جوان: وأنت ذهبت مع أي طرف؟ شيفان: أنا استقلت من الحزب مع مجموعة من الرفاق بعد محاولات عديدة لرأب الصدع بين الطرفين، إلا أن خلافات ومصالح القيادة كانتا أكبر من كل محاولاتنا، ولأننا أدركنا بأن خلافاتهم لم تكن لأجل القضية فقد تركنا الحزب. شيار: لكنك عضو قديم في الحزب، فكيف تتركه؟ شيفان: لأنني انتسبت للحزب لأجل القضية الكردية وليس بسبب بعض القيادات الهرمة. جوان: الكرسي بالنسبة لقياداتنا أهم من القضية. سامي: لا أستطيع أن أقول بالضبط أو تماما لأن الشيار سيعترض، ولكن سأقول وكأنكم في اجتماع حزبي، وكأن الامتحانات بعد سنة وليس بعد ساعة. شيار: بالضبط، كلامك هذه المرة صحيح، ولكن الامتحانات آخر اهتماماتك. سامي: للحقيقة أحس بالحزن. شيفان: لماذا؟ سامي: لأنني لم أدرس وأشعر بالخجل من نفسي. جوان: شعورك بالخجل سيجعلك تدرس. سامي: فات الأوان. جوان: السنة القادمة أمامك. شيار: لقد جاءت هيلين يا جوان. جوان: عن إذنك وسنلتقي يا شيفان. شيفان: بالتأكيد. وقفت هيلين على بعد 10 أمتار منهم كي يراها جوان الذي ذهب إليها بمجرد أن أخبره شيار. جوان: كيف حالك يا قمر؟ هيلين: اشتقت لك. جوان: وروحي اشتاقت. هيلين: أين ستمتحن؟ جوان: في كلية الشريعة. وأنت أين ستراقبين؟ هيلين: في كلية الآداب. جوان: يا للأسف. هيلين: الأيام قادمة لا تحزن. جوان: سآتي للمزة بعد الامتحان. هيلين: لا تأتي. جوان: لماذا؟ هيلين: لأنك ستذهب للبيت بعد الامتحان وستحضر للامتحان القادم. جوان: ولكني درست جيدا. هيلين: لا تجعلني أشعر بعذاب الضمير. إن جاءت علاماتك قليلة في إحدى المواد وأنت تعلم بأن الكثير من الأساتذة لا يهتمون بورقة الأجوبة ويظلمون كثيرا، ثم أنا أيضا يجب أن أدرس. جوان: معك حق، دعينا نجلس قليلا. هيلين: لا أستطيع، يجب أن أذهب وأكون موجودة مع بقية المراقبين. أراك في الامتحان القادم. جوان: انتظري لحظة. هيلين: تكلم. جوان: قولي أحبك. تبتسم هيلين وتنظر إليه وتقول: أحبك يا مجنون. جوان: أعشقك. هيلين: إلى اللقاء. جوان: إلى اللقاء. من أمام باب الكلية هيلين تراقبهما وتحترق مرتين، مرة لحرارة الشمس ومرة للحقد الذي يمتلكها، ومن حقدها نسيت بأن اسمها جاء في كلية الآداب، فالحقد يعمي الأبصار. تشد على القلم الذي بيدها وتحلف يمينا معظما: قسما لن أدعكما تكملان المشوار وتجهزان على ما تبقى من عقلي. بعيدا عن دمشق وجامعتها هناك امتحان من نوع خاص، إنه امتحان الأراضي وما ستنتجه من محصول، بعد شهور عديدة من ترقب أصحابها وأملهم أن يوفوا ديونهم ويضعوا القليل من النقود في جيوبهم الخاوية والجائعة، فتراهم يتابعون أخبار المحصول في القرى المجاورة. وقرية تل الجراد كغيرها لم يحن موعد حصاد محصولها بعد، لكنها أصبحت كخلية نحل، فبعضهم يقوم بتأمين الأكياس الفارغة، والبعض الآخر تراهم
والسنابل بيدهم يفركونها كي يتأكدوا من سلامة الحب وعدد الحبوب في كل سنبلة، وهي طريقة معروفة لتوقع الإنتاج. والفضوليون منهم يركبون دراجاتهم وينطلقون باتجاه القرى القريبة التي بدأت بالحصاد. وجار أبو حسن أحدهم إذ يناديه وهو على دراجته: أبو سيبان، صباح الخير أبو حسن. أبو حسن: صباح النور. أبو سيبان: هل ستأتي معي؟ إلى أين؟ أبو سيبان: إلى قرية الزيتونية. أبو حسن: ولماذا؟ أبو سيبان: منذ البارحة ليلا والحصادة بين زرعهم. أبو حسن: وما علاقتنا بهم؟ أبو سيبان: أريد أن أعرف كيف الإنتاج. أبو حسن: أعتقد بأنهم يحصدون الشعير، أما القمح فما زال باكرا. أبو سيبان: أعرف ذلك. أبو حسن: ما دمت تعرف فلماذا تريد معرفة الإنتاج وليس لديك شعير؟ أبو سيبان: فضول يا أخي. أبو حسن: اترك فضولك وتعال اشرب الشاي. أبو سيبان: كما تريد، ولكن بعد شرب الشاي ستأتي معي إلى الزيتونية. أبو حسن: أمري لله. أثناء شرب الشاي عينا أبو سيبان كانتا على قرية الزيتونية. أبو حسن: أنت تعرف شعبنا إنه يؤمن كثيرا بالنظر والحسد. أبو سيبان: والمعنى؟ أبو حسن: إذا ذهبنا وتعطلت الحصادة مثلا سيقولون أصابونا بالعين. أبو سيبان: يا ستار. أبو حسن: بالطبع، وأنت تعرف ذلك جيدا. أبو سيبان: سأقول بأننا أتينا كي نتفق مع صاحب الحصادة ليحصد محصولنا. أبو حسن: ولكننا اتفقنا مع إحدى الحصادات وانتهى الأمر. أبو سيبان: قصة الاتفاق مع صاحب الحصادة حجة يا جاري. يضحك أبو حسن ويقول: وإن قال لك صاحب الحصادة بأنه سيأتي؟ أبو سيبان: سأقول بأن أجرته غالية حتى وإن طلب القليل. أبو حسن: أنت متحضر جيدا للمشوار. أبو سيبان: أجل، انهي كأسك ودعنا نذهب. أبو حسن: أنهيتها، هيا بنا. أبو سيبان: يا الله. يركب الاثنان الدراجة النارية ويقودها أبو سيبان بسرعة، إذ وصلا إلى القرية بنصف الوقت الذي كان يستغرقه في الأحوال العادية. كانت الحصادة تسير بسرعة وهي تحصد الشعير، وهذا دليل على أن المحصول ليس جيدا. وقف الاثنان عند مالك الحصادة في حين أن صاحب المحصول كان على الحصادة ويحرص ألا تذهب سنبلة إلا وتلتقطها الحصادة. الاثنان: السلام عليكم مالك الحصادة. وعليكم السلام. أبو سيبان: لدينا 50 دونما، متى تستطيع أن تحصده؟ مالك الحصادة: بعد 4 أيام. أبو سيبان: بعيدة جدا، سأرى حصادة أخرى. مالك الحصادة: كما تريد. أبو سيبان: وكيف الإنتاج؟ مالك الحصادة: سيء جدا. أبو سيبان: لماذا؟ مالك الحصادة: الحب ضعيف لذلك الإنتاج قليل. أبو حسن: كان الله في العون. أبو سيبان: لك الشكر، لنذهب يا أبا حسن. مالك الحصادة: أهلا وسهلا. يذهب الاثنان ويركبان الدراجة النارية. أبو حسن: هل ارتحت؟ أبو سيبان: نعم ولا. أبو حسن: لماذا؟ أبو سيبان: نعم، لأني عرفت ما رغبت بمعرفته، ولا لأن إنتاج قمحنا سيكون سيئا. أبو حسن: دع أملك بالله كبيرا. أبو سيبان: آمنت بالله.